تحكي لي اخوان انا مو قصدي علوكي اخويا اللي انقطع. بعد منو؟ وين السحب؟ قطعونا بول الكلاب. كان يلصق الموتشي اجيت تربط الواير وطقت المولده. مسرحية توي هي إحدى المسرحيات الشعبية الهادفة كما يحلو لمخرج ومؤلف العمل أن يصفها، أو امتداد للمد التجاري من المسرح الذي يخلو من هدف أو رسالة يمكن أن تختزل بها. حسب رأي العديد من المسرحيين، توي احتضنتها خشبة المسرح الوطني وشاركت في إنتاجها دائرة السينما والمسرح. اقتصرت أحداثها على حكاية لإحدى الأحياء الشعبية مستعرضة بعض المشاكل التي تجمع العراقيين بأسلوب كوميدي. المسرحية سيستمر عرضها لغاية عيد الأضحى المبارك. أعمالي فيها رسالة للمواطن العراقي. في بعض الأحيان أسعى إلى تبسيط هذه الرسالة لأنني أعرف مع من أتحدث، مع من أرسل الخطاب مالتي. لا أذهب إلى الغرائبية وإلى الضبابية، بقدر ما أنه أحاول أن أحول المسرحية الشعبية إلى منبر توجيهي واعظي، وفي بعض الأحيان حتى منبر تحذيري. المسرحية جمعت عددا من نجوم الكوميديا العراقيين، كما شهدت عودة الفنان عبد الرحمن المرشدي إلى المسرح من جديد، ومشاركة أولى للشاعر صباح الهلالي. الممثلون حصروا أهمية العرض المسرحي في زرع الابتسامة والعمل على استعادة جمهور المسرح في ظل غياب دور العرض السينمائية. أول بيت فيه موزيك خليه تحط له فيلم، تحط له مي وتذبح تقدر تعمل. لأن أول بيت ثقيل. أول مرة أنا كنت كلش خايف من المسرح الشعبي اللي كنت أقرأ عنه وأسمع، لكن لما شفت حيدر منعثر كاتب العمل لكل ممثل بطريقة غريبة جدا، بحيث شلون الواحد يفصل، فمفصل لي دوري بطريقة لطيفة جدا، اشتغلت. وهاي قضية المسرح التجاري والمسرح جاءت هاي هنا، بعدين لقيتها كذبة من طلعت برا. هو كل المسرح تجاري لأنه يدخل يعني ما كذبة، يعني ما أؤمن بقضيتك. والمسرح الجماهيري هو الموجود الآن يعني في كل دول العالم. وربما تكون العائلة العراقية هي الفيصل في اختيار نوعية العروض المسرحية التي ترغب بحضورها في الوقت الراهن. فالعوائل البغدادية التي حضرت المسرحية وبأعداد كبيرة تحدث بعضها عن رغبته بمغادرة الواقع اليوم المعاش من خلال فصولها، مشيرين إلى أنها عالجت بعض مشاكلهم بأسلوب قريب إليهم. المسرحية يعني يقدر الواحد يقدر يطلع من الواقع اللي عايش به، يعني لا فيها سياسة ولا بها أي شيء، بالعكس شيء ترفيهي وهذا شيء جيد. أشوفه حلو، وإحنا نتمنى يزيدوا من برامج ثقافية وهذا شيء جميل، ونتمنى يعني الوضع يتحسن أحسن وأحسن. ربما يصف البعض مسرحية توي بالتجارية، ولكنها لدى البعض الآخر ساهمت بعودة الجمهور إلى المسرح وفي ساعات متأخرة من ليالي بغداد، بالإضافة إلى قيامها بنشر الابتسامة على وجوه البغداديين. من داخل المسرح الوطني ببغداد، موفق مجيد، الحرة.